إليك 5 أشياء من أجواء المونديال في المغرب. أولا، المقاهي. يبدأ حجز المقعد ب 24 ساعة قبل بدء المباراة، ويعتبر حجز مقعد في المقهى أصعب من حجز التذكرة لمشاهدة المباراة في الملعب. ثانيا، الجدة. الكل تستطيع جدتهم تسجيل الهدف الذي أضاعه أحد اللاعبين. ثالثا، التدريب. الكل يصبح مدرب، والكل يود الاتصال بالمدرب لإعطائه الخطة والتشكيلة المناسبة. رابعا، التحكيم. الحكم دائما على خطأ حتى وإن كان صحيح، وإن البطاقة الصفراء والحمراء يوزعها كما يحلو له. خامسا، التحليل. الكل يصبح محللا رياضي، ويبدأ في استنتاج أخطاء الفريق ونقطة ضعف. إليك 5 أشياء من أجواء المونديال في المغرب بعد التأهل. أولا، دايرين نية، والمقصود بها هو التوكل على الله والثقة التامة في الفريق. ثانيا، الاحتفالات. الكل محتفل بنجاح المغرب، ليس فقط المغاربة بل كل الدول الإسلامية والعربية وأيضا الدول الصديقة للمغرب. ثالثا، الشهب النارية. الشهب النارية تنطلق مباشرة بعد صافرة الحكم من طرف الجماهير المغربية في كل مكان. رابعا، الابتسامة في كل الأوجه. الجميع ولله الحمد مبتسم وسعيد هذه الأيام بنجاح المغرب في كل هذه المباريات. خامسا، ثقة كبيرة في المنتخب. أصبح المنتخب المغربي يحظى بثقة كبيرة من طرف العالم وليس فقط المغاربة. كان معكم علي الحسيني، لا تنسى الضغط على زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فأمان الله.